الشخص المستفز ده اتخلق في الدنيا حتى يستخرج منك الصبر، مش يستخرج منك القبح. ربك بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني اصبر على أخلاقك مهما تغيرت أخلاق اللي قدامك. انت بتعامل المستفز بسلوكه ولا بسلوكك، بشخصيته ولا شخصيتك. مهم جدا تدرك ان الشخص المستفز ده يطلع أجمل ما فيك، مش تتطاول عليه عشان استفزك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ياما دخل عليه ناس تتكلم معاه بكلام مستفز جدا، وهو يعلم اللي حواليه اتعاملوا بأخلاقكم. ويخش واحد على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كلام يضايق الصحابة، يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فيهم الصحابة عليه، انت دخلنا النار يعني؟ فإذا برسول الله يقول له لقد تحجرت واسعا، انت بتضيق رحمة ربنا الواسعة عليه، كلنا نخش مع بعض. ويعلم الصحابة ان هذا الكلام ما يشجعكوش ان كنتوا تتطاولوا على هذا الإنسان. مربي العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الشخص المستفز ده اتخلق في الدنيا حتى يستخرج منك الصبر، مش يستخرج منك القبح. ربك بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني اصبر على أخلاقك مهما تغيرت أخلاق اللي قدامك. انت بتعامل المستفز بسلوكه ولا بسلوكك، بشخصيته ولا شخصيتك. مهم جدا تدرك ان الشخص المستفز ده يطلع أجمل ما فيك، مش تتطاول عليه عشان استفزك. وسيدنا